السلام عليكم متابعين مصر زمان. لمبة الجاز، شايفين دي؟ دي بقى كانت موجودة في كل بيت زمان. كانت البيوت والعيشة بسيطة، وأوضتين بتاع ريشة، وعشة فوق سطوح البيت، وكان فرخاية وبطاية. زمن كله بركة وخير، ونفوس صافية وضحكة من القلب طالعة، ولمة ناس زمان اللي كانوا على الفطرة. اللمبة دي كمان كان بيذاكر عليها العيال المجتهدة في الريف والمناطق الشعبية والطبلية، وكانوا بيجيبوا مجموع في عصر ما قبل الدروس الخصوصية، ومرحلة ما بعد المذاكرة على نور عمدان النور. وكانوا بيطلعوا علماء ودكاترة ومهندسين. كانت الناس الطيبين يجتمعوا على السهراية والونسة وحكاوي زمان، وبتدفيهم في ليالي الشتاء، ومعلقة في كل البيوت على الحيطة اللي مبنية بالطين. اللمبة دي في منها 2، نمرة 5 ونمرة 10، أو تقدروا تقولوا كده واحدة كبيرة هي اللي نمرة 10، وواحدة أصغر منها بشوية هي نمرة 5. اللمبتين دول غير الصغيرة اللي كانوا بيستخدموها كسهراية أو وناسة. ودلوقتي لمبة الجاز في منها اللي بيستخدموه ديكور في البيت. طوروا شكلها، بقت نحاس عشان تتحمل الوجعات وما تتكسرش. كان زمان في لمبة في كل بيت تنعز، عاشت معانا وعصرت ياما ثورات لأبطال عزاز. اسمها لمبة الجاز، تنور بيوتنا وتشوف لمتنا وتسمع حكاوينا وضحكتنا. بنوطيها ونعليها، وعليها نحط برنيطة لجل يتلم النور أكتر، وكمان مع نورها تدفينا واحنا بنذاكر ونسهر. وفجأة دخلت علينا التكنولوجيا والاختراعات، اتجمصت وزالت وخدت على خاطرها، ومن يومها ما شفناهاش. خسرنا اللمبة وافتقدنا معاها اللمة، وتهنا مع الفيس والياهو والألعاب والواتس، وما عادش بينا غير كلام بيروح ويهجي من بعيد، يهجن ويلت ويعيد. أيام ما كانت النفوس صافية واللقمة الهنية، أيام ما كانت البيوت من الطين والناس قلوبها على بعضيها، أيام ما كانت اللقمة بتكفي 100، أيام ما كانت المصطبة هي مجلس الشورى والشعب والسمر والقعدة والحنية، أيام ما كانت المذاكرة على لمبة الجاز، ويطلع الدكاترة والمهندسين والمدرسين وكل الحرف اليدوية. أيام الضحكة الطيبة والنفوس اللي ما بتنامش إلا لما تطمن على جيرانها بطونها مليانة ومتعشية. أيام الصغير بيحترم الكبير، والكبير بيعطف على الصغير وبيديله العيدية. أيام ما كنا بناكل من زرعنا والأكل كله بركة ورضا للنفوس المرضية. يرحم زمان وليالي زمان، والناس يا متهني يا فرحان. الدنيا كانت شمعة ووردة، ولسه مخترعوش أحزان.